بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في برنامجنا المعتاد من واقع الحياة. زي ما بيقولوا الطبع غلاب. قصة النهاردة عن عقرب وضفدع. والعقارب طبعا في حياتنا كتيرة جدا. عقرب ابن حلال عاوز يعدي النهر، لكنه مش لاقي أي وسيلة تساعده إنه يعدي النهر. لكنه شاف ضفدع عمال يتنطط في المية وفرحان على شاطئ النهر. فقرب العقرب من الضفدع، بس الضفدع واخد حذره منه كويس وواقف بعيد. فقال له العقرب: أهلا يا صاحبي وأخويا وحبيبي. الضفدع قلقان، حس إن في حاجة مش مظبوطة. العقرب بيقول له: قرب، انت خايف ليه؟ قرب يا بطل، احنا اخوات. هو في حد النهارده يقدر يأذي اخوه؟ انا عمري ما فكرت في اي شر ناحيتك. انا كل اللي عايزه منك مساعدتك، علشان عايز اعدي النهر، وانت شايف انك انت الوحيد اللي بامكانك ان انت تساعدني. فرد الضفدع مستغرب: طب ازاي بقى اقدر اساعدك؟ فقال له العقرب: كل الحكاية إن هركب على ظهرك وإنت بتسبح في النهر أو بتعدي النهر. قال له الضفدع: وإيه يضمنني بإنك مش هتلدغني وإنت على ظهري؟ فأقسم العقرب إنه ما هيلدغه. ولما حلف صاحبنا العقرب قبل الضفدع بمساعدته، إلا إنه حذر العقرب: خلي بالك، لو انت لدغتني وانا في الميه راح نموت انا وانت غرقانين مع بعض. رد العقرب: عيب يا صاحبي، ما ينفعش طبعا، ده احنا اخوات. قرب العقرب من الضفدع وشاله على ظهره علشان يعديه البر التاني. وهم في نص النهر حس الضفدع بألم في جسمه كله. فأدرك هنا ان العقرب لدغه، وان سم العقرب بدأ يسري في جسمه، وبدأ الضفدع يعاني من ألم الموت، وبدأ خلاص هيغوص في المية وهياخد معاه العقرب. وهنا قال الضفدع للعقرب: أنا قلت من الأول إنك ملكش أمان وغدرت بيا ولدغتني، وأنا دلوقتي بموت، وأنا حذرتك قبل كده إن غدرك هيرجع عليك وهتموت زيي وتكون معايا من الهالكين. أنت ليه عملت كده وأنت عارف إننا راح نموت مع بعض نتيجة غدرك وأنا حذرتك؟ فرد العقرب نادم طبعا على اللي حصل منه وهو بيغرق، على اللي حصل. قال له: اللي حصل ده من طبعي، ودي حاجات بقت موجودة فيا، أعمل إيه؟ الطبع يغلب التطبع. العبرة من القصة دي إن العقارب ما تسكنش غير مع العقارب، وطالما العقارب موجودة كتير في حياتنا لازم نبعد عنهم على قد ما نقدر، عن بيوتنا وعن حياتنا وعن سعادتنا، لأنهم ممكن يدمروا سعادتنا وراحة بالنا وحياتنا كلها. هو حابب حياته وعايش عيشته الوحيدة مع العقارب اللي زيه وفاهمهم وفاهمينه. لو جالك يوم من الأيام وقال لك: أنا خلاص بطلت، أنا في حالي، أنت حبيبي، أنت أخويا، أنت ما تصدقش، خلي بالك وخد حذرك منه كويس، هيجي يقول لك بيننا مصالح مشتركة، ما تصدقهوش، خلي بالك، إحنا في واقع، وده من واقع الحياة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.